إن أرجل الدجاج يرميها الملايين من الناس، ولكنها اشتهرت كطعام للفقراء. إن أرجل الدجاج ذلك الطعام الذي يحتوي على العديد من الفوائد، فهل سخر الله عز وجل تلك الفوائد لتكون خاصة بالفقراء الذين منعوا هم وأبناءهم من اللحوم؟ سبحان الله. فحجم الفوائد التي وجدت في أرجل الدجاج كانت عديدة ومبهرة، حيث وضحت التجارب والدراسات أنها تعمل على السيطرة على ضغط الدم وتنظيمه، وقد أثبت ذلك من خلال مجموعة من الدراسات التي أجريت على بعض الفئران التي كانت تعاني من ضغط حاد في الدم، حيث تم إطعامهم أرجل الدجاج ليظهر تأثير أرجل الدجاج في السيطرة على نسب ضغط الدم العالية. وكانت تقضي التجربة باستخراج مادة الكولاجين من أرجل الدجاج، تلك المادة اللزجة، وتطعم للفئران، حيث أظهرت نتائج تلك الدراسة مدى استفادة الفئران من مادة الكولاجين التي قد ساهمت بشكل واضح في تنظيم ضغط الدم والسيطرة عليه، حيث انخفض ضغط الدم عند تلك المجموعة بسرعة كبيرة مقارنة بمجموعة أخرى تناولت محلولا ملحيا، حيث ظلت تعاني من إثارة 8 أسابيع. فهل ستكون أرجل الدجاج في يوم علاجا لضغط الدم لكونها بعيدة عن الأدوية الكيميائية والإبر الدوائية الضارة لأجزاء أخرى من الجسم؟